مش عارف اسمهم شبكة ايه دول اللي خدوا الفيديو نزلوه، قال لك مواطن يسخر ومش مواطن. انا ولا بسخر ولا نيلة، انا صعبان عليا اللي بعد اللي هيتحط في نفس الموقف. والناس برضو اللي بتحللها وتقول لي اصل الشنطة وزن زايد. يعني الشنطة دي وزن زيادة في العربية يا جماعة. دي وزن زيادة في العربية. على كده بقى انا لو تخين شوية حاسبني على تخني، ما هو وزن زايد بقى، وزن زيادة وحمل على العربية. زي برضه سواق قبل كده مرضيش يركب واحدة وقال لها انت تخينة، قالت له هدفع 8 كرسيين وهقعد على كرسي واحد عادي، فبيقول لها لا ده عربية عليها اقساط. ايه الاستخفاف بينا ده؟ ليه السخرية دي؟ ليه بالله يرضوكم علينا بتبقى بالمنظر ده؟ وعلى العموم عم مصطفى السواق اتواصل معايا وتصالحنا والموضوع خلص بينا ودي الحمد لله. بس بعد كده بقى احنا عايزين المعاملة تبقى احسن من كده. احنا بندورش غير على حق وحقك. في ناس بتراهن انك تسكت او تقول مش مستاهل او تخاف تعمل مشكلة، والحقيقة ان السكوت عن الحق بيشجع الغلط وبيخلي الاستغلال ده يتكرر مع غيرك. الموضوع مش خناق وصوت عالي، الموضوع انك تبقى عارف حقك وتطلبه بكل احترام وبكل ثبات، وما تسيبش حد يستغلك لمجرد ان انت مستعجل او طيب او ساكت. والحمد لله انا حقي رجع لي بالقانون وبالعقل من غير اساءة وقلة ادب، والحق كده كده راجع طول ما وراه مطالب، والدولة مش مقصرة في ده. احنا شايفين بعيننا كلنا اي حد له حق الدولة بتجيبهوله في وقتها. خد حقك بس خده صح وما تسيبش حد يستغلك. السلام عليكم. بقالي فتره ما ركبتش مواصلات وما اعرفش ان الدنيا اتغيرت كده، وشنطه الكتف بقت وزن زي ولازم تدفع عليها. يا استاذ اللي انت عملته صح، وكونك صورت ففي النهايه جاب لك حقك، لان انت لو بتقول كده معظم الناس مش هتصدق. الناس دلوقتي سنت سنانها على بعض، واللي بيطول التاني بيقطع من اللحم. ربنا يسترها من اللي جاي. ابعتها له.